امشي بتاعنا، امشي. ايوه اعمى يا سيدي، هي وخلي مقفك حلو. يا جدع انت من على المكنه كده. طب في ايه يا عم؟ بالراحه. طيب مالك؟ يا جدع انت كده من على المكنه. يا عم وانا قاعد في اوضه نومك، ما بالراحه. طيب باذن الله يا رب. يا جدع انت اقعد بعيد عن المكنه ما كده. تزقش يا جدع انت. انت بتزقني يا جدع، انت خليك لا محترم. لا لا. امشي بتاعنا، امشي. ايوه اعمى يا سيدي، هي وخلي مقفك حلو. خليك محترم. محترم؟ انا محترم غصب عنك. في وشك. ايدي هتتكسر. تتكسر؟ طب اوعى ايدي. مش هوعى. ايدي هتتكسر. مش هوعى يا جدع انت ارمي اوعى نفسك. اوعى ايدي يا جدع انت. يا جدع انت اوعى ايدي. اوعى ايدي يا جدع. مش هوعى يا ايدي. جدع اوعى ايدي هتتكسر. يا جدع خليك محترم. يا جدع انت اوعى ايدي. مش هوعى بقول لك. ايدي هتتكسر بجد. كسر ايدك يا جدع انت اوعى. تعال. طب اوعى يا جدع انت. مش هوعى. يا جدع هاجي معاك فين؟ يا جدع مش انت هوعى. هتتكسر تعال بجد. انت بقى معايا. يا جدع اوعى. تعال معايا. ده انت رخم قوي يا جدع فين؟ ازاي لو شخص كفيف حد بيرخم عليه يعرف يتصرف معاه؟ الشخص الكفيف، ايوه الشخص الكفيف. تعالوا بقى نشوف النهارده يتصرف معاه ازاي. انا مينا عادل، مدرب دفاع عن النفس. استكمالا لحلقات الدفاع عن النفس للمكفوفين، ازاي يتصرف مع حد ماسكه بالشكل ده وهو مش شايفه؟ لان لو انا مش شايفه وخرجت كده، طب ما هو هيعرف يسيطر عليا، لان انا كده مش هبقى متحكم فيه. ولكن مش بس ان انا اخرج من ماسكه، لا ده انا اخرج من ماسكه واسيطر عليه وافضل متحكم فيه. ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. وانا ممسوك بالشكل ده، كل اللي انا هعمله ان انا هلف ايدي بالطريقه دي، وبعد كده هاجي بايدي الثانيه هقوم ماسك ايده مفصل من تحت، هلف دي تخرج بسيفها من هنا، وبعد كده اقوم لافف بالشكل ده. كده هو ايده الثانيه مش هيعرف يعمل بيها اي حاجه، لان انت دي هتكسرها له. الماسكه دي بس الاول عايزين نعرف دي اسمها ايه؟ اسمها ماسكه اماميه. يعني ايه ماسكه اماميه؟ يعني الايد الاماميه هي ماسكه الايد اللي قصادها. يعني انا ايدي اليمين ماسكاها شمال، يمين ماسكه شمال، او شمال ماسكه يمين، مش عكسيه زي اللي كنا خدناها في فيديو تاني قبل كده. فانا برضو قلت طب انا دلوقتي انا شخص مش شايفه، هميزها ازاي؟ بمنتهى البساطه. وانا ممسوك كده اهو، ايدي الدليل هي اللي معرفاني اني ايدي اللي ماسكاني، الايد دي ولا الايد الثانيه. تمام؟ بتصرف ازاي؟ تاني بلف ايدي بالشكل ده، باجي بمسك مفصل المعصم من تحت بالطريقه دي، مش بمسكه كده، بمسكه كده اهو بالشكل ده. بعد كده بلف ايدي بحيث بسيفها تعرف تفتح، تعرف ازاي تفلت. مهما كان هو ماسكه وقبضه ايده قويه، امسك جامد كده، هو ماسك جامد واكيد واضح من مسكته ان هو ماسك جامد. تمام كده اهو. لكن لو انت لفيتها تطلع بمنتهى البساطه، وهتيجي من هنا وتضغط هنا بكل قوه جسمك، وكده تبقى انت مثبته. هو هنا حتى بكف ايده ما يعرفش يمسك في ايدك، لان هو كده خلاص المفصل هيتكسر بالشكل ده. اتمنى اكون قدرت افيدكم بمعلومه بسيطه، وما تنسوش صور وكواليس الحلقه دي هتلاقوها على الانستجرام. بحترمكم جدا واوعدكم دايما بالمزيد. اشوفكم على خير.